ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ هنتكلم في الفيديو ده على فيلم 28 Years Later الجزء الثالث، اللي يمكن يكون احسن فيلم زومبي او هو على الاقل من احسن افلام الزومبي عموما، والجزء الثاني منه. ومش معنى كده ان 28 Weeks Later كان فيلم وحش ولا حاجه، بس بالذات دلوقتي بعد الجزء الثالث تحس ان الجزء الثاني ده كده الفيلم الغريب اللي فيه، الفيلم اللي ملوش علاقه بالسلسله دي عموما. هو فيلم زومبي حلو بس تقليدي قوي بالنسبه للستايل بتاع السلسله دي. وبرده الفيلم ده بيستفيد جدا من عوده أليكس جارلاند وداني بويل اللي هو مؤلف ومخرج الجزء الاول اصلا، والسبب كده الفيلم ده قريب جدا للجزء الاول. مش معنى كده ان الفيلم ده زي الجزء الاول بالظبط او ولا نفس القصه ولا حتى قصه متشابهه خالص، هو ولا حتى نفس المود اصلا، بس هو برضه يعتبر فيلم غريب بالنسبه للجانر بتاعت الزومبي دي. والسبب الاساسي اللي مخلي الفيلم ده مش زي الجزء الاول خالص هو ان الجزء الاول كان بيتكلم عن ناس بيكتشفوا العالم هيبقى عامل ازاي بعد الفيروس ده، وبيحاولوا ان هم ينجوا من الزومبيز اللي في الفيلم، وفي نفس الوقت بيحاولوا يشوفوا هل ممكن الموضوع ده يتم علاجه، هل في علاج للفيروس ده. انما لا، الفيلم ده بيتكلم خلاص بعد 28 سنه من ساعه ما الوباء انتشر، بالتحديد في انجلترا، خلاص بعد ما انجلترا بقت معمول لها كورنتين عن العالم كله، وخلاص الناس دول تاقلموا على الوضع، بقت هي دي حياتهم خلاص، بقى ده الطبيعي بالنسبه لهم اصلا. وبتشوف الحياه الطبيعيه دلوقتي بالنسبه لهم دي عامله ازاي. يعني حتى هنا الفيلم ما فيهوش الحته كده زي الجزء الاول لما يقابلوا ناس اللي هم يبقى الناس دول هم الفيلنز اللي هم الاشرار اكتر من الزومبيز نفسهم وكده، ده مش بيحصل بالظبط هنا زي الجزء الاول. والحركه دي كلها بعضها فاجئتني انا شخصيا شويتين، لان انا اصلا ما شفتش ولا اعلان للفيلم ده. انا ما كنتش عارف اي حاجه على الفيلم ده غير ان هو اتصور بايفون 15 برو ماكس، وان الفيلم ده بطوله ايرون تايلور جونسون وجيدي كومر، وان الفيلم ده يعتبر الجزء الاول في ثلاثيه تم التخطيط ليها خلاص. لا ومش بس كده، ده الجزء الثاني كمان اتصور اصلا والمفروض ان هو هينزل السنه الجايه. وعموما لو انت لسه ما شفتش الفيلم ودخلت الفيلم وانت عارف المعلومات دي، بتهيألي ده هيفرق اكتر مع مدى استمتاعك بالفيلم ده. المهم بقى بعد كل ده، هل الفيلم كان حلو؟ هل فعلا الفيلم عرف يستغل البريمس اللي حطه هنا اللي خلاه مختلف عن الجزء الاول؟ الفيلم فعلا كان حلو، وفعلا عرف يستغل البريمس ده بشكل حلو جدا. فكره العالم اللي بقى خلاص متاقلم مع الوضع بتاع الفيروس وكده كان بيتنفذ بشكل حلو جدا، لا وبرؤيه مختلف تماما. بالنسبه كمان انت عندك مؤلف أليكس جارلاند والمخرج داني بويل اللي هم اصلا معروفين بان افلامهم بيكون دايما فيها رؤيه مختلفه، وبالذات في الاخراج ظهر هنا فعلا مدى اختلاف وغرابه العالم ده. اول حاجه خالص من شكل العالم نفسه، العالم القديم تحس ان انت كانك دخلت فيلم تتفرج فيه على فيلم تاريخ او فيلم بيدور في عصور قديمه وكده، من شكل الاماكن نفسها وحتى العادات والتقاليد بتوع القبيله الاساسيه اللي الفيلم بيدور حواليها، واللي فعلا كانت مديه تاتشاي حلو كده، وفعلا مخليه الفيلم مختلف اكتر، وفي نفس الوقت تحسها انها ماشيه جدا مع الاحداث بتاعت الفيلم واللي الفيلم كان بيحاول يقوله، بالذات لما يبقى الحدث الجريء بقى هو الطبيعي دلوقتي او بقى هو النمط خلاص الموجود، الواقع مش هتقدر تغيره وخلاص، بما ان البلد دي بقت معزوله عن العالم كله، والناس دول خلاص بيحاولوا هم يعزلوا نفسهم عن المرض ده باي شكل، وخلاص ما بقاش فيه مجال للتطور على الاقل بالنسبه للناس دي، فان هم اضطروا ان هم يرجعوا للطرق القديمه عشان خاطر يعرفوا ينجوا ويعيشوا مع المرض ده او يتعايشوا معاه، واللي خلاص مهما كان ده يبان هو كان غريب على الاقل بالنسبه لهم في الاول، فدلوقتي بقى هو ده الطبيعي، بقى هو ده شكل الحياه الطبيعيه بالنسبه لهم. وطبعا بقى فكره استخدام الايفون اللي بناء على كلام المخرج ساعدتهم جدا ان هم يعرفوا يتحركوا براحتهم، خصوصا ان انت في الاخر بتتكلم في تليفون مش كاميرا بقى معدات تقيله بقى وكده، لا فده ساعدهم ان هم يتحركوا اكتر في وسط الاماكن اللي هم كانوا بيصوروا فيها دي، خصوصا كان في زي غابات ومناطق تحسها اللي هي جبليه كده شويه مناسبه للعصر القديم او يعني الاحساس العالمي القديم اللي الفيلم كان بيحاول يوصله. وفي فعلا في اوقات كتير هتحس كده بستايل الايفون الموجود في الفيلم، فكره لما تبقى الصوره الفوكس يبقى موجود على اوبجكت معين كده وتلاقي كل اللي وراه معمول له بلور كامل على الاخر، ولما يجي فجاه الكاميرا تشفت الفوكس فتروح لحته ثانيه فتلاقي هي الحته الثانيه دي اللي عليها التركيز كله وباقي الخلفيه كلها تلاقيها بليرد كده، الافكتات بتاعت الايفون هتلاقيها في الفيلم ده. بس برده في حاجه حسيتها هنا مش عارف ده بسبب استخدام الايفون ولا لا، هو طبعا الكاميرا صاروا بيها اكيد طبعا عملوا تعديلات بقى في المونتاج والوان بقى والايديتنج والكلام ده كله، بس هنا فعلا الصوره كانت كواليتي عاليه جدا، ولكن ما كانتش صوره اللي هي تحس ان الجوده نظيفه قوي، عارف اللي هو تحس انها بتبين لك الشكل الحقيقي للعالم، مش اللي هو مش العالم المبهر، مش العالم اللي انت تنبهر تقول ايه الشياكه دي، عارف اللي هي الصوره الشيك قوي دي تحسها بورتريه كده. الفيلم ده بيعمل كده بس الالوان تحسها حقيقيه اكتر من ما هي مبهره، مش حقيقيه للدرجه اللي تحس ان الصوره مثلا يكون ما اتعملهاش ايديتنج ولا اتعملها كلرنج اصلا خالص، لا بس يعني مياله للسنه الواقعيه اكتر. ما اعرفش ده بسبب الايفون ولا كان بسبب اختيار الرؤيه عموما بتاعت المخرج، بس ده اللي انا حسيته في التصوير. وبكده فعلا الفيلم عرف يبني العالم ده بشكل حلو قوي على الاقل من حيث الصوره والرؤيه العامه وكده يعني، وبرضه عرف ان هو يديك نظره كده بسيطه على العالم الخارجي عامل ازاي بره انجلترا، الدنيا هناك الناس اللي عايشين بره المنطقه المعزوله دي الدنيا عندهم عامله ازاي، من غير ما يسيب العالم الرئيسي اللي الفيلم بيدور فيه. وبرضه الفيلم اداك فكره اكتر عن العالم بقى نفسه جوه انجلترا نفسها، خلاص الناس المعزوله دي، طب العالم بقى نفسه اللي فيه الوباء، المكان بقى اللي فيه الزومبيز دول، وازاي الفيروس ده تطور، والزومبيز دول والفصيلات المختلفه اللي اتطوروا ليها، لو لا مش مجرد مرض وخلاص والناس دول مرضى وبس كده، لا الموضوع فيه تطورات بتحصل، وتحس ان هم كانوا نوعا ما بالتحديد بسبب قصه معينه خاصه بالزومبيز في الحته دي هتبان كده في نص الفيلم الثاني تقريبا، تحس ان هم كانوا عايزين يلمحوا، ما قالوهاش مباشره في الفيلم، بس تحس ان هم كانوا نوعا ما عايزين يلمحوا ان مش بس ان العالم اللي فيه وباء ده تطور، بس كمان هنا
بقى تقدر تقول ان المرض ده بقى شكل من اشكال الحياه بالنسبه لفصائل الزومبيز المختلفه دول، مهما كانت الحياه دي غريبه ومشوهه قد ايه، بس تحس ان زي ما يكونوا عايزين يقولوا ان هنا بقى في اسلوب من اساليب الحياه موجود هنا. تحس ان هو نوعا ما متماشي شويه برده مع الفيلم، بيحاول يوصله مع فكره التاقلم مع الحدث اللي بيحصل والتطور او التغيير عموما اللي هيحصل في اسلوب الحياه، بس برده في الاخر مهما حصل تحس ان الحياه لسه ماشيه عادي. بس الكلام ده ولا حاجه يعني، ده مجرد تفكير وخلاص، لان اصلا الطريقه اللي كانوا بيحاولوا يوصلوا بيها الكلام ده هي طريقه مبهمه جدا مش مؤكده نهائي، يعني هي مفتوحه كده اللي هو ترجمها براحتك، ويمكن بقى هم هيوضحوها اكتر في الاجزاء الجديده. ومن هنا بقى نخش على قصه الفيلم اللي كتبها اليكس جارلاند. اليكس جارلاند ده على فكره اللي عمل السنه اللي فاتت سيفل وور، وعمل السنه دي وورفير، كان هو المؤلف والمخرج بتاعهم. ولو انت شفت الافلام دي بالتحديد سيفل وور عشان هو ده اللي انا شفته فيهم، فانا عارف قد ايه الفيلم ده كان فيلم مختلف وغريب. فلو انت عندك فكره عن مدى غرابه الافلام دي فبرضه هتشوف مدى اختلاف القصه دي بالنسبه لقصه افلام الزومبيز عموما. ابسط حاجه خالص، انت عندك القصه فيها ارون تايلور جونسون وجودي كومر، وكمان في رالف فينيس، واللي انا اصلا ما كنتش عارف ان هو موجود الا لما شفت الفيلم، برضه دي اتفاجئت بوجوده في الفيلم اصلا. مع كل ده بطل الفيلم الواد ده، الطفل ده الفي ويليامز، ده بطل القصه، ده اللي القصه كلها بتدور من وجهه نظره. هو فعلا قصه الفيلم ده ابسط حاجه، يعني القصه بتاعت الفيلم ده هي قصه كامينج اوف ايج، قصه نضوج لعيل صغير كان معزول جوه العالم بتاعه، هيستكشف العالم اللي حواليه، العالم اللي هو بقى العالم الطبيعي ده، هيستكشف العالم ده بقى عامل ازاي. على فكره فعلا هي تعتبر هي دي قصه الفيلم بجد، يعني من غير حرق خالص، فعلا هي دي قصه الفيلم. واللي كان مثير للاهتمام جدا هنا في القصه دي، واللي برضه خلى القصه مختلفه اكتر، ان القصه دي بالاحداث اللي حصلت فيها، بالرحله اللي مر بيها البطل، بكل الاحداث اللي حصلت دي، هاتها كده القصه دي زي ما هي بالظبط، حطها في عالم مختلف عن ده، في عالم عادي ما فيهوش لا انتشار مرض ولا الكلام ده كله، وحطها انها بتدور في اي عصر، عصر قديم، عصر حديث، عصر مستقبلي، حتى اي حاجه، مفيش اي حاجه هتتغير في القصه دي. ممكن بعض التفاصيل اللي في النص تتغير، بس الرحله نفسها، المضمون الاحداث هو بالظبط اللي هيحصل. فكره ان الفيلم ده بيدور في عالم مليء بالزومبيز والكلام ده كله مش بتاثر على القصه، طبعا هي بتاثر في الرحله، بس كمضمون القصه هي ما بتلعبش حاجه في القصه الرئيسيه. وده برده تاني بيؤكد فكره الفيلم على موضوع الحياه والتاقلم مع الحاجه اللي تبان انها كانت غريبه في وقتها، انما دلوقتي بقت الدنيا بقى ده الحال الطبيعي خلاص. انت هنا مش بتشوف فكره فيلم عن ناس بيحاولوا يهربوا من الزومبيز وينجوا حياتهم كده، انت هنا بتشوف حياه ناس بقصصهم بمشاكلهم العاديه جدا في العالم الطبيعي، بس انها بتدور دلوقتي في عالم الزومبيز اللي هو بقى العالم الطبيعي بالنسبه لهم. وعلى فكره يا جماعه، هو اصلا مخرج الفيلم برضه طلع قال ان نوعا ما اللي الهمه انه يعمل الفيلم ده هو الاحداث بتاعت الكورونا. هو كان بيقول ان قد ايه الكورونا في البدايه كانت الدنيا مختلفه، والناس كانت دايما معتمدين بقى على الكحول بقى ان هم يعقموا نفسهم، والحظر بقى، والدنيا كانت عامله ازاي. وبعد كده الموضوع بدا يرجع تاني للطبيعي، خلاص بقت الحياه مشيت بالشكل الطبيعي بتاعها، ونوعا ما هو ده اللي الهمه ان هو يعمل الفيلم ده والثلاثيه دي عموما. وطبعا اللي ساعده انه يوصل كل الكلام ده كان الممثلين، من اول ارون تايلور جونسون او حتى رالف فينيس، واكيد انت عارف الناس دي هتبقى عامله ادوار حلوه جدا فعلا. بس هنا كانت المفاجاه بالنسبه لي، اول حاجه جودي كومر، مش فكره ان هو دورها كان حلو او ان هي عملت الدور حلو، لا، يعني المفاجاه ان الدور هي واحده مجنونه ما عندهاش اي سنس بالواقع اللي حواليها اصلا، شخصيه فعلا في مرحله الضياع. بس مع الكتابه، سواء كتابه الشخصيه دي او الظروف اللي حواليها، ومع اداء جودي كومر نفسها، انت متعاطف مع الشخصيه دي ومندمج معاها جدا، بالرغم ان نوعيه الدور صعب يخليك ان انت تندمج مع الشخصيه دي. انت ممكن تندمج مع الناس اللي مأثره عليهم زي ابنها في الفيلم ده، انما هنا انا كنت متعاطف مع الشخصيه نفسها. والمفاجاه الاساسيه في الفيلم هو الطفل الصغير الفي ويليامز، اداؤه كان حلو جدا وكان مقنع جدا. كفايه ان انت فعلا بتشوف الفيلم كله من وجهه نظر طفل عنده تقريبا 10 سنين تقريبا، هو ده اللي كان طالع في الفيلم سنه يعني في الفيلم، وقصاد كل الممثلين الكبار اللي حواليه دول، الا ان انا ما كانش عندي اي مشاكل ان انا اتفرج على فيلم من وجهه نظر الطفل، ودي بالنسبه لي اكبر مفاجاه في الفيلم اصلا. وغير بقى الرسائل والعالم الغريب اللي الفيلم بيحاول يوصله والكلام ده كله، الفيلم كان مسلي. الفيلم كان فيه مشاهد كتير اللي هي مشاهد الرعب بتاعت الزومبيز دي، ناس محبوسين في مكان، الزومبيز هيهجموا عليهم، بيحاولوا يهربوا منهم او يحاولوا ان هم يقتلوهم عشان يعرفوا ينجوا بحياتهم. برضه في مشاهد مش قليله من الفيلم من النوعيه دي، وكانت مشاهد عارفه تنقل لك احساس التوتر، والتصوير كان مثال جدا فيها. حته الالوان اللي تحسها انها واقعيه مش مبهره وخلاص، دي بالذات لما كانوا فعلا بيخشوا في حتت مظلمه اكتر وكده. يعني انا بالنسبه لي لقيت الفيلم غريب، بس في نفس الوقت برضه هو كان فيلم مسلي. هو مش فيلم كوميرشال، مش فيلم زومبي تقليدي نهائيا، ده اغرب فيلم زومبي هتشوفه لا من زمان، يعني يمكن من ساعه هو الجزء الاول ده هيكون اغرب فيلم هتشوفه من ساعه 28 دايز ليتر، وده بالتاكيد احسن فيلم زومبي نزل من ساعه ترين تو بوسان، اللي هو اصلا من ساعتها ما كانش فيه فيلم زومبي حلو موجود تقريبا. انا عندي مشكله واحده مع الفيلم ده بس، مشهد القفله. المشهد كان حلو قوي، مشهد القفله نفسه لحد الناس اللي ظهروا في الاخر دول، دي تحسها او مش تحسها، هي دي معموله بالظبط عشان خاطر هم يقولوا لك الى اللقاء في الجزء الثاني. ظهورهم كان غريب، تحسوا ان هم ما لهمش مجال قوي بالنسبه للقصه، او على بالنسبه للحدث اللي كان لسه حاصل قبلها على طول. تحس ان فيه تغير تون رهيب حصل في الحته دي، مش مزعجه لدرجه انها تقفلك من الفيلم او حتى تقفلك من المشهد للدرجه اللي هي، بس تحسها غريبه وما تعرفش ليه عملوها بالشكل ده. يعني الفيلم بيغير في التون بتاعته بالذات في النص الثاني ما بين الكوميديا والاكشن، مش فيلم كوميديا صريح يعني، بس في لقطات اللي هي طالعه بشكل مرح اكتر بالنسبه لنوعيه الفيلم
ما كانتش ضد الفيلم خالص، بالعكس كانت ماشيه جدا مع الاحداث وماشيه جدا مع المود بتاع الفيلم، ما تحسش ان في تغيير او تسارع في التون حصل. انما المشهد الاخير ده هو ملوش غرض غير ان هو يقول لك ان في جزء تاني بس. هو اصلا عموما تحس ان الفيلم بالرغم ان القصه هنا متكامله، القصه هنا خلصت لحد المشهد الاخير ده. هو حتى المشهد الاخير هو مش نهايه مفتوحه، هو نهايه عاديه، اللي هو لو القصه خلصت على كده شكرا، بس هو مدى اختلاف التون اللي حصل هو اللي بيقول لك ان في جزء تاني بس. وبالرغم بقى من كل ده وان القصه فعلا مقفوله هنا، الا ان برضه انت عندك احساس ان الفيلم لسه عمال يبني الحاجه هتحصل قدام، لان برضه في حاجات كتير هنا مش مفسره قوي بالنسبه لعالم الزومبيز نفسه، ويمكن دي ما فسروهاش تاني، بس برضه في كذا حاجه يعني كان في كذا فرصه كده تحس ان هم كان ممكن يستغلوها، حته ان هم يبينوا الناس العالم نفسه بقى عامل ازاي في وسط عالم الزومبيز والكلام ده كله، مش مجرد القبيله الرئيسيه بس والعادات والتقاليد بتاعتهم، لا اقصد فكره ان هم مثلا يقابلوا ناس ممكن هم يساعدوهم ما يساعدوهمش مثلا، اللي هي الحاجات اللي من النوعيه دي من الافلام يعني، وان في ناس اتجننت خالص وان العالم ده اثر فيهم غير فيهم قد ايه. يعني هو نفس فكره ان هم كانوا عايزين يجيبوا ان في ناس تحسهم ان هم اشر من الزومبيز الموجودين، تحس ان هم كانوا بيعرفوك ان الناس دول موجودين بس هو ما ظهرش حاجه في الفيلم ده. وعلى فكره الناس اللي ظهرت في اخر الفيلم تحس ان هم نوعا ما برضه بينتموا للحته دي، فهو عشان كده تحس ان الفيلم لسه عمال يبني للقصه بقى اللي هتبان اكتر، او العالم اللي هيتم تطويره اكتر في الاجزاء الجايه. بس يعني بالنسبه للفيلم اللي انا شفته وبالذات بعد المعلومات اللي انا كنت عارفها في الاول دي، فالفيلم ده هو من احسن افلام السنه دي، هو احسن فيلم زومبي من فتره طويله جدا. ويمكن دي الحته اللي فاجئتني في الفيلم، انا شايف الفيلم ده يوصل لمستوى 28 دايز ليتر، بالعكس انا ممكن اقول لك ان الفيلم ده يتفوق عليه في بعض الحاجات. بص هو ما فيهوش نفس ليفل الصدمه اللي حصلت في الجزء الاول، بالذات لما قابلوا الناس بتوع الجيش دول في اخر الفيلم وعرفوا الهدف الرئيسي بتاعهم ايه لما ضموهم ليهم وكده. بس الفيلم ده اغرب، الكاركترز اللي هنا كانوا احسن، مطورين بشكل احسن من في الجزء الاول. يعني حتى لو الفيلم ده مش هيوصل لنفس ليفل المفاجاه بتاع الجزء الاول بالذات التحول اللي حصل فيه وكده، فهو قريب منه جدا وبدايه حلوه جدا للسلسله الجديده اللي المفروض بقى هنشوفها بقى نظامها يعني. ومع ذلك في ناس كتير ما عجبهاش الفيلم ده، في ناس شايفه ان الفيلم ده مختلف قوي، والناس اللي عجبها الفيلم كانوا بيقولوا ان الفيلم ده مش لكل الناس. انا مش متخيل الحته دي قوي، هو الفيلم غريب بس مش عارف ليه الفيلم ده ما يبقاش لكل الناس اللي بتحب افلام الزومبيز عموما او الافلام اللي بتتكلم عن نهايه العالم والكلام ده كله يعني. بس هو فيلم غريب، بس برضه تاني ما انت لو انت داخل الفيلم ده وانت اوريدي عارف السلسله دي، فانت عارف ان الفيلم ده هيكون غريب، فبالنسبه لكده مش عارف ليه الفيلم ده مش لكل الناس اللي مستهدفين السلسله دي من الاول. بس في الاخر برضه يعني هو ده راي منتشر برضه، وايه هديله 8 من 10. وبس كده، ده كل اللي انا ممكن اقوله على فيلم 28 years later. انت شفتوا الفيلم ولا لسه؟ لو شفتوه اكتبوا لي رايكم في الكومنتات، انا ما شفتوش روحوا اتفرجوا عليه، بالذات لو انتوا بتحبوا النوعيه دي، ولو انتوا اوريدي متابعين السلسله فطبعا لازم تشوفوا الفيلم ده، فروحوا شوفوه واكتبوا لي رايكم في الكومنتات، وايه رايكم احسن فيلم في السلسله دي عموما، وهل الفيلم ده يتفوق او يوصل لمستوى الجزء الاول ولا برضه مش للدرجات دي يعني. بس انا اعرف رايكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتشغلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، وسلام.